رايح مكان اكبر حديقه موجوده في وارسو. وايه ده؟ الشوارع فاضيه كده ليه؟ ايه دي؟ مش المفروض عاصمه يا جدعان؟ قال له في حاجه غلط ولا انا اللي جيت مكان غلط؟ اوبا، يا رب يعرف اصوره. يا جدعان انا لقيت حاجه، استنى. هو انا مش عارف ايه علاقه ده بوارسو برضه وكده، بس في المبنى ده ثواني افرجه لكم كده. المبنى ده انا كنت مفكره ان هو عادي يعني نموذج عادي وكده، بس اكتشفت ان هو قديم. بس انا ما اعرفش ان هم عاملين له تجديد ليه كده، يعني التجديد باين قوي ان هو تجديد، ما اعرفش ممكن يكون اتهد واتعمل. المهم المبنى ده بيتكلموا عن ايه بقى يا معلم؟ الرئيس بتاعهم او الملك بتاعهم اسف، سنة 1819 طلب ان هو يبني مبنى اللي هو الحالي موجود. لسه ممكن هنروح نشوفه ده كمان شوية. بس هنا بيقول لك انه هنا سنة 1819 طلب الدوق بتاعهم اللي هو كونستانتي ده طلب ان هو يعيدوا بناء قصر شبيه للقصور اليونانية والمصرية في نفس الوقت، على مساحات بقى واسعة من القصر بتاعه اللي هو احنا اصلا موجودين متواجدين فيهم، وده واحد منهم. معرفش هل هنلاقي حاجة مصرية في السكة ولا لأ، مش عارف، بس هو يعني الصراحة حاجة غريبة. فكان بيبنيها بقى على الشكل والطراز بقى اللي هو اليوناني وكده، وفي نفس الوقت بيحط الحاجات اللي هي الحاجات التاريخية لأفلاطون وكده. ودي كانوا بيكتبوا عليها يعني أحكام كده وحكمة اليوم، فاهم؟ وبيجمعهم كلهم ويحطوها على الشكل ده. معرفش، أتمنى تكون فكرة لذيذة لطيفة. ما دخلتش في تفاصيل عشان احنا مش في حصة آثار دلوقتي وتاريخ، ولو اني نفسي الصراحة اخدكم في السكة دي، بس لا، خلينا احنا بقى في الفلوجات بتاعتنا. في حديقة هنا كمان، هو يصور فانا اصور. آه، بيصور ايه بقى يا معلم؟ بيصور البطة اللي هناك دي، قاعد فين هناك. راح اقول له الصورة بكام. راح اقول له عايز اصور صورة، والصورة بكام يا ابو الكباتن؟ ولا كأننا في شارع خان الخليلي ولا شارع المعز عندنا. ما علينا. انا لقيت كنز، وانا خليكم معايا. خد يلا خد يلا، راح فين يلا؟ اهو. بس انا عرفت انا ايه هتاجر في بولندا. حمام وبط. وراح فين؟ اهو هناك. بس يا معلم خلاص خلصت. حمام وبط. بص الحمام عامله ازاي، ايه ده؟ بص البطه دي عامله ازاي، ايه ده؟ حلوه قوي دي. يا نهار ابيض، ده ما كلهاش، ده انا حطها في متحف. ايه ده؟ عامل كده ليه؟ ايه ده؟ مين ده؟ لا ده بطنا عادي، ده عادي. انما ده بص دي، بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ سبحان الله يعني. نرجع لموضوعنا. تقريبا بقرب من القصر تقريبا او ببعد، معرفش. انا لحد دلوقتي مش عايز افتح الجوجل مابس الصراحه، انا عايز نتوه شويه. بعد كده نبقى نرجع من مكان ما رجعنا عشان نشوف جيم عمل ايه في الانتخابات بتاعته. جيم تقريبا هيقعد. والله صدق، خليني اكلم جيم دلوقتي اشوفه ايه الوضع معاه، هيطول ولا مش هيطول. هكلم جيم واشوف هيعمل ايه، وبناء عليه نكمل الخطه. فهو لو مش هيجي دلوقتي اصلا، فانا اروح اكل بقى يعني، عشان انا جوعت الصراحه. وانا الصراحه بقى، انا جاي على الاكل. انا جاي على الاكل. المدينه اللي انا فيها مفيش فيها ولا اكل عربي ولا اكل حتى تركي. لما فتحت جوجل مابس شفت ان انا ما مشيتش حتى بتاع 10% من الحديقه.
حديقة كبيرة قوي، كبيرة بجد. فانا هروح القصر. طلع ده مش القصر الحقيقي يعني، القصر الكبير بتاعهم لسه ما رحتش اصلا، ما قربتش عليه. فانا مش عارف هو ليه مبذر كده في موضوع الحديقة بتاعته ده. دي ولا حديقة المنتزه عندنا في اسكندرية. خلينا نروح، انا متشوق الصراحة اشوف يعني كل كل الهيصة اللي انتوا شايفينها دي، وفي الاخر هيكون القصر بتاعه عامل ازاي. واخيرا بعد طول انتظار وطول لف وحوارات كتير، ولا ده مش القصر برضو ولا ايه؟ مش عارف يعني، خلينا اشوف. بس هو يعني مفيش غيره، لما فتحت من جوجل مابس هو مفيش غيره، ده الرئيسي. هو بس ايه، هو الحاجة الوحيدة بس ان هو بيعملها ان هو بس ايه، محاط بالمية من جميع النواحي. بس انما هو كمبنى يعني صغير يعني، هو يعني. هروح اشوف مكان تاني اقعد اشحن فيه الكاميرا، لان الكاميرا اوفر هيتد. الجو حر شوية، قلب على حر شمس جامد كده، بالتالي مضطر ان انا اقفل يعني. اوبا، يا رب اعرف اصوره. يا جدعان انا لقيت حاجة، استنى، انا لقيت سنجاب. سنجاب ده انا عمري ما شفته، ده انا بشوفه في الافلام بس. ده انت فين يا اسطى؟ انت انزل وحياة امك انزل. والله كان هنا يا جدعان، بس ما ينطش عليا. كان هنا والله، كان هنا. اختفى ثانية. هو هنا. بصوا يا جدعان، البيت بتاعه اهو. استنى كده، الفتحة دي اللي هي الصغيرة دي فين؟ اهي الفتحة الصغيرة دي، هو دخل فيها انا ما لحقتوش. بس انا شفته، انا مبسوط ان انا شفته، بس انا حاسس ان انا ما وريتهولكوش. طب استناه ينزل؟ اكيد مش هينزل. ممكن استناه لحد ما ينزل. استنى كده، والله انا فاضي مش ورا حاجة، استناه. انزل بقى، خليك جدع. اهو ده لو كاميرا ناشونال جيوغرافيك مش هتجيبه ده. كاميرا لا، بس هو هنا اهي اهو، شفته اتحرك. انزل بقى، خليك جدع، انزل خالص بقى. ايوه، ولا حل عليه يلا. استنى، وهات امك وهات امك وهات امك اهو، ولا بيجري. وده اتنين بيتخانقوا. استهدوا بالله يا اخوان. I did it. يس. انا قلت هستناه يعني، هستناه. انا فضيله، انا كنت فضيله النهارده. وبكده اقدر اقول ان احنا وصلنا العاصمة عشان حاجة واحدة، المبنى اللي ورايا ده، في قصر الثقافة والعلوم في وارسو. وده من أعلى المباني في وارسو، هو نموذج للعمارة الكلاسيكية الروسية ده. يعني اتبنى من حوالي 1955 وكمل تقريبا لحوالي 3 سنين. يعني هو من أعلى الأماكن حاليا في وارسو، هو والمبنى الجديد ده اللي جنبه. خلينا بقى نروح لأماكن تانية، خليكم معانا.
ورجعنا تاني للحوارات بتاعتنا بعد الاكل وكده. الصراحه ما عرفتش اصور الاكل وكده لان كان في صحاب جيم معاهم، فانا ما ينفعش بقى اروح مطلع الكاميرا وفارشها ونقعد نحكي بقى ونتكلم. فالصراحه احترمت خصوصيتهم وما رضيتش اطلعها. دلوقتي انا رجعت الاولد تاون للمدينه. حاجه جامده، خليكم تتفرجوا معايا. وفي هناك ما اعرفش شايفينه ولا لا، ده الاستاد بتاع وارسو. باين من هنا حاجه حلوه الصراحه. مش عارف احكي عنها ولا لا، بس في حاجه بايخه قوي، يعني بايخه بمعنى الكلمه، ان هم بيلموا تبرعات للكلام ده وكده، فحاجه بتبقى سيئه جدا. سوري. يعني مثلا بص، بطريقه مش لذيذه، ما اعرفش. يعني انا لو عايز اتبرع هتبرع، مش عارف انتوا بتعملوا ليه كده. بيلموا تبرعات كده. ما حبيتهاش الصراحه، مش لذيذه ان انت توقفني مثلا، ولو قلت لك مش معايا فلوس فتقول لي لا انا معايا، اسحب منك فيزا عادي. ايه البجاحه دي؟ يعني انا مش فاهم، ما اعرفش اقول ينفع اقول ولا لا، بس ما يعني هي في جوه قلبي الصراحه. نرجع من موضوعنا، الا وهو ان الوضع هنا جامد 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 يعني. انا ما كنتش اتوقع كده الصراحه. هروح ادور على محل عربي، بس مش عارف والله هروح فين بالظبط، بس هروح اشوف محل عربي وكده وبعد كده نكمل، لان انا عندي القطر بتاعي الساعة 7، فمش عايز افوته، والشمس بدأت تغيب، الجو بقى ساقع قوي. حلو والله المنطقة دي. الكاميرا قربت تفصل وانا بحاول اتعامل يعني، وانا في المطعم دلوقتي. بس هو تقريبا كده الموضوع اوفر برايس بطريقه غبيه. الاكل وصل، خلينا بقى نشوف الاكل هيبقى عامل ازاي. هقول لكم على سعره بعدين لما اطلع. ده المحل بقى من بره كده. تعالوا نتكلم بقى، يعني تعالوا نتكلم. ابدا من ايه؟ زي ما انتوا شفتوا كده في الفيديو، انا ما صورتش كتير لان في عندهم اغاني شغاله، ودي هتبقى كوبي رايت تمام في اليوتيوب وكده لما انزلها على اليوتيوب. ده مفروض ان هو مطعم لبناني، بس هو لا يقرب للاكل اللبناني والسوري بشيء تماما. دي الحاجه التانية، الاسعار عنده اوفر برايس بطريقه مخيفه. يعني مثلا المطعم التركي ما كانش كده، كان معقول عادي. ده الحاجه التانية، انا طلبت شاورما تمام. انا طلبت شاورما. فين الشاورما بقى؟ يعني فين الشاورما؟ يعني مش عارف. وانا باكل
عارف انت احساس يحيى الفخراني وهو بياكل البليله وبيعيط على الفلوس اللي دفعها. انا دفعت 48 تمام. 48 اقسم بالله ما ادفع نصهم في الطبق ده، والله ما ادفع نصهم في الطبق ده. احلى وجبه في برجر كينج وماكدونالدز بنص ثمنها، بنص ثمن الوجبه دي. انا ندمان، انا ندمان. بس تجربه ما اعرفش يعني هل في اماكن احلى وانا غلطت ان انا جيت هنا. بس يعني ده المفروض ان هو اجمد حاجه يعني. ده المفروض ان هو يبقى التوب هنا يعني. اول ما عملت سيرش على طول ده اكتر ريفيوهات عليه. انا مش فاهم ازاي والله. هل هو طيب كان كويس وبقى وحش فانا جيت على على الكومنتات الحلوه ولا لا؟ انا مش عايز اطول اكتر من كده بس وحش يعني. فانا هرجع على المحطه بتاعت القطر وهرجع بوزنان تاني، واللي خرج من داره ويتقلب من داره في الموضوع ده. وبكده نختم يومنا النهارده. واحب اقول لك لو انت وصلت للنقطه دي فشكرا لك جدا على المتابعه والدعم. واتمنى يكون الموضوع عاجبكم شويه. ولو في اي اقتراحات ان انا ممكن اعملها او اي حاجه، انا راجل ديمقراطي يعني، فممكن تقترحها لي وانا ان شاء الله لو لقيتها مناسبه اكيد هنفذها. فدلوقتي احب اقول لكم اشوفكم في مكان جديد ومدينه جديده ودوله جديده. سلام.